تعرف ان انت لو مت دلوقتي وعليك فلوس لحد، روحك هتفضل متعلقة، مش عارفة لا تدخل جنة ولا تدخل نار بسبب الفلوس اللي عليك دي لحد ما حد يسددها عنك. هو ازاي يعني كده؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده يا مصطفى؟ هقول لك، بس قبل ما اقول لك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: روح المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. روحك هتفضل متعلقة لحد ما الدين ده حد يسدده عنك. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أخذ أموال الناس يريد أدائها، يعني عايز يرجعها تاني، أدى الله عنه، ربنا عز وجل بيسددها عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، واللي خدها وفي نيته ما يرجعهاش تاني ربنا عز وجل بيتلفه. فخد بالك ان الموضوع دوت ما فيهوش هزار خالص. افتكر كده، حد